السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لديليس دو زينب. وصفه تاعنا اليوم جبت لكم كراطه مركاز. ما غاديش ديروا كونتيتي كبيره، يعني عندكم مركاز وكميه قليله وما عرفتوش ديروا به. انا ننصحكم ديروا به هاد الكراطه، يجي شباب بزاف. نبداو بالمقادير كما راكم تشوفوا. حكمنا البطاطا، قطعناها بالتيدي، يعني مربعات صغار، مكعبات صغار، وقليناهم، درنا فيهم شويه ملح. وهنا راني دايره 2 حبات طوماطيس ربيتهم، هنايا 3 فصوص ثوم، والمرقاس كما راكم تشوفوا عندنا غير حبات فقط تاع مرقاس. الحاجه الاولى نروحوا نقلوا المرقاس تاعنا. الحاجه الاولى المرقاس تاعنا تقلبوه مليح بالفرشاه باش يطلق الزيت نتاعه. وحنا ما غاديش نضيفوا الزيت، غير بالزيت اللي طلقه نروحوا نخدموا لاصوص. هاد الطريقه مهمه جدا. ونخليوه يتقلى، ما نضيفوا لا زيت لا والو. نعرفوا المرقاس فيه بزاف تاع الزيت. بعد ما قلينا المرقاس ووخرناه، درك نضيف له الثوم اللي كنا سكرفجناه. ما نخلوش ينحرق، نحرزو الثوم. لو كان ينحرق غادي يطلق لنا المراره. هذا الزيت اللي طلقه لنا المرقاس، ما زدناش الزيت اخر. قلت لكم ديجا نعرفوا المرقاس فيه الزيوت، انا ما غاديش نزيد زيت اخر غير هو. وندير به لاصوص طوماط نتاعي، نزيد معاها مغرف طماطيس تاع العلبه، ونخليه يفرشي مع بعض. النار تكون ناقصه باش ما ينحرقش دايما الثوم. نضيفوا 2 حبات طماطيس تاع الحبه اللي ربيناهم. نخلط كلشي مع بعض. هنا ندير شويه ملح، شويه برك. الفلفل الاسود ما نديرش، انايا عندي المرقاس تاعي حار، ما نديرش فلفل اسود. اللي عندها المرقاس ماشي حار تضيف فلفل اسود. هنا نضيف، هنا نقدو نزيدو شويه للنار. المرقاس لاصوص تاعه تبغي الكمون، نديرو مغرف صغيره كمون. هيا مغرف صغيره كمون تاني ما تكتروش بزاف. كمون كي تكتروا منه بزاف يطلق المراره تاعه. حرزوا رواحكم. هاد لاصوص تاعنا دائما نديروا لها الرن، تعطي بنا شابه. خلوها مليح.
اللي يبغي لاصوص شويه خفيفه ينجم في هذه المرحله يضيف شويه ما. انا غادي نضيف قطرات فقط، ماشي نكون نضيف ما. مش بغيتها تجيني قد ما طيب شويه طوماطيس فقط، قطرات تاع الماء. مش بغيتها تكون جاريه لاصوص، غير قد ما طيب لاصوص الطوماطيس فقط. نجو للمرقاس نقطعوه غير قطع صغيره هكا، غير هاد 3 حبات فيهم الخير والبركه، ويطلقونا البنه في الكغاطان تاعنا. نكملوا التقطاع كيما هكا كيما راكم تشوفوا، قطعوه صغير بزاف ونعاودوا نولوا مع بعض. وهنا نضيفوا المرقاز اللي كنا قطعناه، خلطوه هنا مع لاصوص باش يطلق البنه تاني في لاصوص. دابا لي صوص قلت لكم يبغوا زعتره، دروك نضيف له الزعتره ونطفي. هذه الزعتره تعطي لنا شابه هوب ونطفو. هنا اللي عنده بلا باش يدير فيه الكاط نتاعه، انا غادي ندير في الميني كوكوت عفوا. شندير؟ تبقى الاولى ندير لي فريت تاع البطاطا مقليه، نجمو ديروهم عادي في البلا تاع الكاطان تاعكم. وهنا هاد المركز قسموه تاني على 2. سبدوه مليح، غادي نقيسوا عليه لاباري تاعنا تاع البيض ولا كريم فريش ولا الحليب كيما اللي بغيتو. غادي كلشي يطلق البنه تاعه مع بعض. سينو تنجموا تخلطوا البطاطا مع هاد لاصوص تاع المرقاز وديروا ضربه واحده. وهنا انا كنت وجدت قبل ما درتهش، نبغي الكراطون تعرفوا يبغي يكون حامي. الوغ حتى كي قرب الوقت عاد وضفت راني ضايفه هنايا 4 حبات بيض، لان غادي نقسمها زوج منه وزوج منه. انا البيض تاعي راكم تشوفوا صغير، يعني تنجموا حتى 3 حبات برك. غادي نضيف معاه لا كريم فريش، تنجموا تعوضوها بالحليب ولا ياغورت ناتشور. غندير معاه تقريبا مغرف كبيره ونخلطوا هذا مع بعض. كما قلت لكم تنجموا تعوضوها بالحليب ولا ياغورت ناتشور. والحليب ما تكثروش بزاف، خاطرش لو كان غادي تكثروا الحليب في لي كغاطان تاعكم غادي تطول باش تنشف. اما كي ديروا الحليب حرزوا روحكم، ديروا غير شويه، غير قد ما يخفف عليكم هذا البيض وما يجيكمش ناشف، يجيكم شويه خفيف. على بها نديروا هاد لي كريم ولا الحليب. سيو نحلوها هكا، هاي نحل فيها انا هنايا. انا كما قلت لكم نورمالمون نزيد فيها شويه فلفل اسود، ولكن انا المرقاس تاعي حار بزاف ما غادي نزيد والو. درت غير شويه ملح في البيض باش ما يجيناش صامت.
هنا نسيو نديرو كاع خليط على الكغاطان، نفرغوه مليح. هكذا ونربو عليه الفرماج ثاني اختياري. ونكونوا شاعلين الفوغ تاعنا ونديروه حتى اللي ينشف لنا البيض، باسكو كلشي راه طايب، غير البيض فقط. ونعاودو نتلاقاو في صحن التقديم. وهادو هما لي ميني غراتان ولا غراتان مركز تاعنا. شوف كيفاش يجي شباب بزاف. ماشي شرط نكثروا المركز كما قلت لكم، كميه قليله، غير المهم يكون المذاق تاع الكراتان عندها مذاق رائع. شوفوا كيفاش يجي خفيف. كي نضيفوا هذيك لا كريم فريش ولا الحليب ما يجيش الكراتان تاعنا ناشف، يجي طري. نتمنى تجربوا هذا الكراتان ويعجبكم. وش غادي نقول لكم، الا عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم دائما ديروا لنا جيم راها تشجيع ليا وللقناه. واللي راه اول مره يشوف القناه ما عليه غير ابوني ويفعل الجرس ليصلكم الجديد ان شاء الله. وراني قارح في تعليقاتكم وصحه فطوركم. سلام.